انا نازل اسال. ايه ده انت رايح فين؟ انزل اسلم على امي كده، يمكن اوصل لولاد اصحابي على الكافتيريا شويه. طب استنى ادخل غير الجلابيه اللي عليك دي قبل ما تنزل. ايه يا بنتي مالك؟ جلابيه حلوه اهو لسه لابسها امبارح، مالها؟ لا مش حلوه الجلابيه، مش نظيفه. ادخل غيرها وانا بقول لك حاجه غلط. انا عايزه يبقى شكلك حلو قدام الناس. انت اعرفك ولا فهمك اصلا في حاجه؟ جلابيه حلوه وعجباني. لا لازم تغيرها. هو ايه اللي لازم اغيرها يعني؟ هو كلمتك انت فاكره كلمتك هتمشي ولا ايه؟ لا ادام في الصح تمشي. ادام في الصح تمشي؟ لا الكلام ده عند اهلك هناك، انت هنا مالكيش كلمه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه الكلام ده عند اهلك هناك، انت هنا مالكيش كلمه. انت زيك زي الكرسي ده، زيك زي الترابيزه، زيك زي الكنبه، زيك زي جال حاجه في الشقه. هنا كلمه هنا كلمتي والشوره شورتي، فاهمه؟ والله انت حر، الناس هتقول عليك انت مش نظيف. ايه خد، انت بتقول ايه؟ خد. عايزه حاجه يا اما؟ عايز سلامتك يا ابني، رايح فين كده؟ هطلع كده على اول الطريق، هشحن الباقه بس هطلع الاول اشوف على اخويا يمكن يكون عايز حاجه. ماشي يابا، ربنا يخليكم لبعض يا ابني. رب يا اما. عايزه حاجه؟ ربنا يخليكم لبعض يا حبيبي، عايز سلامتك. مين؟ انا يا سلام. تعالى يا اخويا علي هنا. انت مالك معيطه ولا ايه؟ اخوك مدد ده عليا يا حماد. قال ليه؟ ايه اللي يستاهل يعني؟ عملت ايه؟ والله يا حماده ما عملت حاجه ليه، ولان الجلابيه عليه مش نظيفه وبقول له ما تنزلش بقى راح ضاربني. بس كده؟ عشان كده عملت مشكله؟ اقسم بالله عياله مخكوا صغير. طب اندهيله. حاضر. علي تعالى يا احمد. ايه يا اخويا عامل ايه؟ الحمد لله تمام. حبيبي اخويا. حبيبي بقول لك ايه، هتقبلها مني؟ ايه في ايه؟ والله العظيم الجلابيه اللي عليك مش نظيفه. ايه يا احمد جواك حاجه بعجلك الارزاق ولا على ايه؟ الله، الارزاق على الله. ونعم بالله، انت جاي تعدل عليا هنا ولا ايه؟ خد يا هانم. نعم. انت بتشتكي لاخويا يا عم الصغير؟ هي ما اشتكتش، انا بقول لها انت معيطه ليه؟ بتقول لي عامله مشكله انا واخوك. مفيش حاجه يعني، هو انا مش اخوك الصغير يا اخويا؟ ايوه وتقول لك بتاع ايه يعني؟ هتعمل لها ايه انت يعني؟ انت فاكر ان انت تعدل عليا يعني ولا ايه؟ ايه؟ مش فاكر. انا بدل ما انا معدل عليك عشان الناس الغريبه ما تعدلش عليك، عشان شكلك قدام الناس يا اخويا هي خايفه عليك. ما هو انت الناس الغرب لما يشوفوك كده يا اخويا الجلابيه مش نظيفه هيقولوا عليها هي كمان مش نظيف. هي ما غلطتش، الجلابيه فعلا مش نظيفه يا اخويا. بقول لك يا اخويا، انا كنت اساسا طالع اسالك انت مش محتاج حاجه؟ انا طالع بره اشحن الباقه، عايز حاجه من على الطريق لا يا عم روح. حاضر يا اخويا ماشي. بس بقول لك ايه، الجلابيه برضو مش نظيفه. وانت برضو تاني؟ ايه ياما؟ ايه يا حبيبي؟ تعالى يا ابني. عامله ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما. قلت انزل اسلم عليكي كده وانا طالع لولاد اصحابي شويه على الكافيتيريا. طالع لاصحابك على الكافتيريا بمنظر الجلابيه دي يا ابني؟ ايه يا ابني في ايه يا ابني؟ الجلابيه مبقعه ووسخه خالص. هي مراتك دي انشلت في ايدها ولا عينت منظره مش شايفه الجلابيه نظيفه ولا وسخه؟ الجرف بتاعها ده انا غلبت منها يا اما خالص. غليت ما لقيتك لقمه طريه. لقيتك لقمه طريه بقى. انا هطلع لها انا وراها الحال ازاي؟ خلاص ما تتعبيش نفسك، انا ابغى اعرفها. لا انا هطلع لها. ان كان اهلها مش علموها نظافه ولا تحترم جوزها ازاي وتلبس جلابيه نظيفه، انا هطلع لها انا. طب خلاص يا اما لو كده اطلعي لها عشان ما عملش معاها مشكله. ايه قله الادب دي؟ ماما تعمل لك ايه يا اخي؟ دي منظر جلبيه جوزك ينزل بيها؟ اصل يا ماما اصل ولا فصل. دي مش منظر جلبيه ينزل بيها. وعامل زي الشحاتين والكل يبص عليها جلبيه مبجعه وشينه. حرام عليك يا شيخ ارحمي. ان كان اهلك مش علموك ازاي تحترمي جوزك وجلبيه تبقى نظيفه، انا اعلمهولك انا. والله يا ماما انا قلت له غير الجلابيه اللي عليك عشان اغسل لك، عشان الجلابيه مش نظيفه، هو اللي مش راضي. لا والله ما انت لازم تقولي كده. ايه يا اما في صوتك عالي ليه يا اما؟ تعالى يا ابني شوف اخوك يا ابني الجلبيه عامل زي الشحاتين اللي قال عمال تبص عليه. جلابيه اخويا مش نظيفه، عامله زي الشحاتين صح؟ انا خدت بالي. ايه في حاجه يا حماد؟ اخوك مدد ده عليا بسبب ايه؟ يا ايه اللي جاب السيره دلوقتي؟ وبعدين ضمك بتهزر معاك، انت هتاخد الكلام جد ولا ايه؟ مش انت بتهزري معاها؟ ياما خش بس اعملي لما كوبايه عصير كده تروق دمها بيه. ياما ابنك فين؟ ابنك فين؟ قاعد عندك فوق صح؟ ما شفتوش في الشارع صح؟ هو اللي طلع يشتكي لك؟ ياما نزلت لقيت ابنك بيضرب مراته عشان مراته بتقول له اقلع الجلابيه، الجلابيه مش نظيفه. قال لا ازاي ده انا بحبها انا مش هقلعها. بقى انت هتمشي كلمتك عليا؟ ده انا مشي كلمتي على ابوك. ياما مرات ابنك نظيفه بس ابنك اللي دايما بيحب يشتكي. في ناس كده دايما تحب تعيش دور ان هي مظلومين مظاليم. وابنك قاعد فوق وعارف ان انت نازله تعملي مشكله مع مراته وساكت. ياما بنت الناس قالت لابنك الجلابيه مش نظيفه. نظافتك من نظافتي، ابوس ايدك اقلع الجلابيه اغسلها لك. ابنك رد فعله عمل ايه؟ ضربها. ياما بالله عليك لما يجي ابنك يقول لك كلمه بتبيني الاول، شوف الحق فين وشوف الباطل فين. بالله عليك يا اخويا الله يسترها معاك.
بالله عليك زي ما انت في الباطل لسانك قد كده خليه في الحق قد كده. مراتك عندها استعداد انك تهينها وتدوس عليها وتشيلها طين، هي موافقه، انت جوزها طول ما انتوا مقفول عليكوا باب. لكن بالله عليك يا اخي لما يكون ابوك او امك او سلفتها او اخوك جايين عليها وانت عارف ان هي مظلومه، ما ينفعش تعمل كده وتسكت. بالله عليك قول كلمه حق تنزل لك قبرك اخوي. زي ما انت لسانك طول كده في الباطل، بالله عليك خليه طول كده برضه في الحق. قول كلمه حق هتنزل معاك قبرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.